السلام طول عمرك، كانت احمد كلاش يا مش لايك ومش شايفنا. يلا خلونا نبدا. طب يا جدعان، فيديو النهارده هشرح للناس الجديده اللي لسه داخله تاون 6 اول مره تلعب اللعبه ايه فكره مباراه القبيله، وازاي بتلعبها، وازاي بتقدر تجيب النقط، وازاي بتقدر تاخد الجوائز دي. زي ما انتم شايفين طبعا جوائز بصراحه بالنسبه لي مش احسن حاجه. فانا في الفيديو ده هشرح لكم ايه تاريخ مباراة القبيلة، هي اصلا نزلت ليه، بتعمل ايه، بتقدر تاخد الجوائز ازاي، بتقدر تخلص تحديات ازاي، وحتى اقول لكم ايه الجوائز اللي انت تاخدها هتبقى احسن الجوائز عشان تاخدها. فخلينا ابتدي معاكم في الاول. يعني مباراة القبيلة دي نزلت في تاريخ 15/12/2017، يعني من 6 سنين ونص بالظبط. وكانت فكرتها ان هي تنزل تسهل اللعبة، لان زمان يا جدعان اللعبة كانت صعبة بطريقة غبية. فان انت تنزل مباراة القبيلة وبتديك الجوائز، يعني طبعا ما كانتش مش كانت بنفس النظام، ان هو 6 جوائز و50,000 نقطة. فالمهم يعني احكي لكم على الموضوع ده كان شوية. زمان ان انت تنزل بحاجة تديك موارد، تديك جواهر، تديك جرعات، تديك كتب، دي كانت حاجة اول مرة تحصل في تاريخ اللعبة. يعني اللعبة من ساعة ما نزلت 2012 لمدة 5 سنين ما كانش فيه الكلام ده. كانت اللعبة صعبة بطريقة بشعة عشان تقدر تجيب كتب، تقدر تجيب جواهر، تقدر تجيب موارد. فان انت تنزل حاجة زي دي كانت طبعا حاجة جامدة جدا، وعملت قلبان ساعتها، وكان كله بيتكلم عنها وبيقولوا عنها حاجة أسطورية جدا. انما دلوقتي بعد 6 سنين ونص بقت حاجة عادية خالص، فالاهتمام بيها قل. فخليني بقى اقول لكم في الاول ان زمان اول ما مباراة القبائل نزلت ما كانش فيه ان هو 12 تحدي زي ما انتم شايفين. كان فيه بالظبط 8 تحديات، وكان حتى التحديات بتديك نقط قليلة زي ما انتم شايفين قدامك في الصورة. وكمان كان اكتر واحد يقدر يجيب نقط في القبيلة مش 4000 زي ما انتم شايفين، كان اكتر واحد بيجيب نقط في القبيلة هم 500 نقطة بالظبط زي ما انتم شايفين في الصورة قدامكم. ده طبعا يعني انت بتتكلم فرق من 6 سنين ونص من 500 نقطة ان انت تقدر تجيب 4000 نقطة. وطبعا الجوائز يعني دلوقتي انت زي ما انتم شايفين تقدر تاخد 6 جوائز، انما زمان انت كنت تقدر تاخد، او كان في 4 جوائز بس. وكان حتى اقصى جايزة ب10,000 نقطة زي ما انتم شايفين في الصورة قدامكم. انما دلوقتي انت بتتكلم 6 جوائز لحد 50,000 نقطة. وده السبب ان هم زودوا المهام عشان كل واحد يقدر يجيب ال4000 نقطة. وده برضو هم عشان كده زودوا ان اكتر واحد يقدر يجيب 4000 نقطة مش 500 نقطة بس. وزي ما انتم شايفين زودوا الجوائز وزودوا النقط لحد 50,000 نقطة. فده برضو كان تحديثات كويسة جدا ان هي تقدر تديك موارد وحاجات كويسة اوي. فده كان بالنسبة لتاريخ مباراة القبيلة. فخليني بقى اقول لك كواحد لسه داخل تاون 6 لسه جديد في اللعبة ما تفهمش ايه نظام مباراة القبيلة دي. مباراة القبيلة دي زي ما قلت لك نزلت من 6 سنين ونص. نزلت عشان تسهل اللعبة. فكرتها بكل بساطة مثلا انك هتخش تشوف تحدي بيقولك فوز بنجمة باستخدام معالجة، فكل اللي هتعمله تخش الجيش بتاعك. حلو. تروح جاي حاطط لك مثلا هيلر زي ما انتم شايفين، هنشيل لنا كام هوج كده. تروح جاي حاطط لك هيلر وبس. ولما الهيلر تخلص هتهجم بيها، وكده انت طالما هجمت بيها وجبت نجم على الاقل كده هتيجي هنا وتستلم ال150 نقطة. بس قبل ما تستلم لازم طبعا تدوس بدء وتروح تهجم بالمعالجة او الهيلر، وكده انت خدت ال150 نقطة بكل سهولة. وطبعا لازم التحديات تبقى مناسبة للتاون بتاعك. يعني مثلا ما تروحش تختار التحدي ده وانت اصلا ما تقدرش تهجم على البطلة الملكية، لانك لسه واحد تاون 7 وتاون 8، والبطلة الملكية دي في تاون 13، فطبيعي مش هتقدر تجيبها. ونفس الفكرة مع الاستنساخ، انت لسه ما جبتش تعويض الاستنساخ اصلا. والكروسبو برضو انت مش تبقى تاون 7، او حتى الكروسبو بيقولك في معارك البناء، فانت بتتكلم واحد مثلا تاون 4 في قاعدة البناء او في القرية الليلية، فالمهمة دي مش ليك. ونفس الفكرة برضو على المهام دي كلها مش ليك. يعني انت بتتكلم اول 8 مهام هي اول مهمة بس اللي انا اقدر اعملها، وبعد كده بقى اخر 4 مهام نفس الفكرة. يعني تقدر تقول ان كل المهام يا جدعان اللي 12 مهمة ما اقدرش اعمل ولا حاجة منها غير مهمة الهيلر بس. فطالما ما اقدرش اعمل غير مهمة الهيلر خلينا ابدأ مهمة الهيلر معاك وخلاص. وطبعا لما بتخلص بتقدر تجيب مهمات تانية زي ما انتم شايفين في مهمة جديدة برضو اتجددت. وبس يعني كل بساطة تخش تختار المهمة اللي مناسبة ليك، وتروح مثلا كجيش تروح تحطها في الجيش تهجم بيها، كده انت خدت النقط. وسهلة جدا تقدر تجمع لحد 4000 نقطة وتعمل مهام كتير. زي ما انتم شايفين في مهام بتديك 150 100 300 نقطة 400 نقطة. يعني مثلا ان انت تكسب المهمة دي مش فاهمها اوي بصراحة، بس ماشي يعني. حتى في مهام ده اللي هو يا عم ماشي. عموما يعني زي ما قلتلكوا انت بتخش تهجم تاخد نقط، وطبعا النقط دي بتساعد القبيلة في ان هي تخلص مباراة القبيلة.
زي ما شايفين الرجالة عندنا يعني اشتغلوا من اول 3 ساعات، يعني جابوا بال4000 وب2000 نقطة. فبإذن الله احنا هنخلص مباراة القبيلة في أسرع وقت يعني. فبس ده كان بالنسبة لمباراة القبيلة. إيه النظام؟ لو انت واحد مش فاهم، انا اتمنى ان اكون فهمتك. خليني بقول لكم على ايه احسن الجوائز اللي انت تقدر تختارها. طبعا الجوائز هتختلف من واحد تاون هول مثلا 6 لواحد تاون هول مثلا 13 14. لان انت مثلا كتاون هول 14 300,000 دهب دول ملهمش لازمة بالنسبة لك، انما انت مثلا كواحد 6 تاون 6 ممكن يبقوا مهمين شوية. بس انا عن نفسي هقول لكم الجوائز الاحسن واللي انا عن نفسي هختارها. فاول جايزة انا عن نفسي هاخد 20 نجمة، ال 20 جوهرة، لان بالنسبة لي الدهب وبتاعة التسريع الساعة دي ملهاش لازمة. تاني اختيار برضو النفط مش هاخده، انا هاخد عن نفسي جرعة القوة واروح ابيعها ب10 جواهر. وتالت اختيار انا هاخد الخواتم يا جدعان. يعني انا محتاج زي ما انتم شايفين في القارة الأهلية انا عندي متبقالي 56 53 حبة سور، فانا الاربع خواتم دول يوفروا لي 200,000، فتبقى حاجة جامدة جدا. وبصراحة كنت متوقع او كنت متأمل ينزلوا لنا مثلا 4 خواتم هنا و5 خواتم في حتة تانية، يبقى 9 خواتم، بس للأسف مش عملوا كده. بس يعني العموم الحمد لله. فانا عن نفسي اخد الخواتم، انت لو واحد مش محتاجهم تقدر تاخد الجواهر تستفاد بيها. في الاختيار الرابع بصراحة ده من هنا تبدأ الصعوبة، تاخد ال100 400 ألف دهب، ولا تاخد 7000 نفط، ولا تاخد المجرفة وتبيعها ب50 جوهرة. بصوا ده برضه هيختلف من تاون هول لتاون هول. يعني مثلا واحد تاون هول قول 10 11 بالنسبة له 1,400,000 دهب دول مش مهمين، وبالذات لو هو رافع كوسه هتلاقيه بيجيبهم في هجمة واحدة. وال7000 نفس الفكرة مش مهمين بالنسبة له. فهو كواحد تاون هول عالي هياخد المجرفة ويروح يبيعها وياخد 50 جوهرة. انما انت كواحد تاون 6 تاون 7 تاون 8 ال1,400,000 دهب دول رقم كويس جدا، او ال7000 نفط رقم كويس جدا. وبالذات في تاون 7 انك بتتكلم ال7000 نفط رقم كويس جدا، وال1,400,000 دهب رقم كويس جدا. بس لو سألتوني بالنسبة لي ال7000 نفط مش مهمين، يعني اقدر اجيبهم في مثلا 5 6 هجمات. بالظبط ده رأيي بصراحة، فانا مش هاخد النفط. الدهب برضو يعني في طرق كتير تجمع دهب، يعني زي ما انتم شايفين انا اصلا عندي تميمة دهب اقدر استخدمها. عندك في دوري مكافأة النجوم تقدر تاخده، يعني انا مش بلعب عشان مخزنه لما اطور 8 زي ما شايفين هيتدبل يبقى 1,600,000. وفي مثلا هيبقى في التدريبات برضه هيبقى في دهب ارقام كويسة، يعني حوالي نص مليون. فبصراحة بالنسبة لي شايف ان الدهب انا عن نفسي ملوش لازمة كبيرة اوي، فانا مش هاخده. انا عن نفسي اخد هنا في ليفل 4 المجرفة واروح ابيعها ب50 جوهرة. فلحد دلوقتي طلعتلي بحوالي 80 جوهرة، وده شايفه رقم كويس وانا هكتفي بيه لحد دلوقتي. نيجي بقى في الجايزة الخامسة، تاخد ال1,700,000 اكسير، ولا تميمة الذهب البناء، ولا جرعتين البناء. بص آه انت كتاون عالي ال1,700,000 اكسير مش مهمين بالنسبة لك، انما تميمة البناء دي مثلا انا عندي المخزن. لو هتيجي نشوف المخزن بيشيل نص مليون، فهل انا هضيع مثلا سرعة جرعة بناء او هضيع 1,700,000 اكسير عشان نص مليون دهب؟ بصراحة لا. فانا عن نفسي كده كده مش هاخد تميمة البناء، لان هي مش مهمة بالنسبة لي خالص، لان انا مخزني بيشيل نص مليون بس. لو مخزنك بيشيل 3 4 مليون طبعا هتبقى مهمة بالنسبة لك. انما بالنسبة لي انا مش هاخد التميمة، وفي نفس الوقت الاكسير برضو نفس الطريقة اللي بتجمع بيها الذهب. فانا عن نفسي اخد جرعتين البناء، يبقى عندي 4 جرعات 40 ساعة، يوفروا لي وقت كويس جدا. فده بالنسبة للاختيار الخامس. نيجي للاختيار السادس بقى، مديك 100 جوهرة او تميمة اكسير في القارة الأساسية طبعا وكتاب ملوك. هتقول لي يا احمد اختار ايه؟ بص هو ان انت تختار 100 جوهرة حاجة كويسة، لانك هتساعدك في ان انت تجيب العامل السادس او الخامس معلش. بس في نفس الوقت انت لو جبت 2600 كاس كده كده لازم تجيبهم عشان تجيب العامل الخامس، وانت لو جبتهم هتوصل 2000 جوهرة وخلاص. فال100 جوهرة ملهمش اي 60 لازمة بالنسبة لي بصراحة. تميمة الاكسير نفس الفكرة، هتملي مخازني 4 مليون، برضو رقم كويس جدا. بس في نفس الوقت الاكسير يا جدعان اكتر حاجه بتكون مع الواحد. يعني زي ما شايفين ما عنديش موارد دلوقتي لان انا ما عادش بهجم زي الاول، بس باذن الله يعني هخش تاون 8 وانا باذن الله على الاقل معايا 2 مليون من كل حاجه. فزي ما قلت لكم بالنسبه لي التميمه مش مهمه والجواهر. فانا عن نفسي هاخد كتاب الملوك، هيبقى عندي كتابين. يعني عندي كتاب هنا هيبقى كتابين، هيبقى عندي كتابين يوفروا لي ليفلين في الملك، يوفروا لي يومين، تبقى حاجه كويسه جدا. فخلينا نقول لكم الجواز من الاول. تاخد ال20 جوهره جرعه القوه وتبيعها. بالنسبه لي اخد الخواتم، لو انت مش محتاج الخواتم تقدر تاخد الجواهر. في ليفل 4 خد، انا عن نفسي اخد المجرفه. لو انت محتاج مثلا نفط او الذهب خده، انا ما عنديش مشكله، بس انا بقول لكم على انا اختار يعني.
في ليفل 5 عن نفسي هختار تسريع البناء، وفي ليفل 6 والاخير هختار كتاب الملوك. فده كان كل حاجه بالنسبه لمباراه القبيله. شرحت لكم تاريخها، شرحت لك لو انت لسه واحد داخل اللعبه مش فاهمها فهمتها لك، ان شاء الله اكون فهمتها لك. وشرحت لكم ايه الجوائز اللي انا هاخدها او احسن الجوائز اللي تقدر تاخدها. فيعني بس نكون في اخر الفيديو. اتمنى الفيديو عجبك، مش تنسى اللايك والاشتراك في القناه، تشوف الفيديو في كل مكان. والله اشوفك على خير فيديو جاي. مع السلامه.